السلام عليكم. النهاردة ان شاء الله هوريكم ازاي نعمل ايدين شنطة في منتهى السهولة والبساطة، عبارة عن غرزة واحدة بس. انا دعاء محمد ودي قناة في عشق الكروشيه، ويلا نبدأ على طول. الخيط اللي انا مستخدماه هنا خيط مكرمية ايطان فتلة رفيعة، انما انا هوريكم العينة بخيط كليم وابرة مقاس 7. واللي مش عارف شكل خيط الكليم بيبقى شكله كده او ملفوف بكذا طريقة تانية. يلا نبدأ على طول. اول حاجة احنا هنبتدي نعمل سلاسل بالعرض اللي احنا عايزينه لايدين الشنطة. هعمل السلاسل بتاعتي بالمقاس اللي انا عايزاها، وبعد كده هنشوف هنعمل. عملت عينة السلاسل ديت، هبتدي اسيب اول غرزة مش هشتغل فيها، وهشتغل في الظهر بتاع الغرز اللي هو الجنب ده اللي هو واخد شكل السنبلة مش هشتغل فيه، هشتغل في الظهر. هسيب اول واحدة دي وهدخل في تاني واحدة واسحب الخيط واعمل غرزة منزلقة، وادخل في اللي بعديها واسحب الخيط واعمل غرزة منزلقة، واللي بعديها اسحب الخيط واعمل غرزة منزلقة. هدخل في كل غرزة من الغرز بتاعة ظهر السلسلة واعمل فيهم غرز منزلقة. واتنوا الشغل كده وانتوا بتعملوها عشان تسحبوا الخيط مرة واحدة. بصوا اتنوا السلسلة كده عشان الخيط تسحبوه مرة واحدة من الغرزة بتاعته، وخلوا الخيط مرتاح ما يبقاش ضيق عشان ما تبقاش ملوية الغرزة بتاعتكم، تبقى مستقيمة عادية. هكمل السطر كله بغرز منزلقة لحد ما اخلصه، وبعد كده هوريكم هنطلع السطر الجديد ازاي. خلصت انا كده اول سطر. وعلى فكرة في ناس بتستخدم ايدين رفيعة في الشنط او صغيرة في الشنط، فدي ممكن من سطر واحد تكون اكتفت وتقفله بغرزة سلسلة في النهاية وتقصه. انما احنا هنوري برضو الغرز ازاي تبقى عريضة. نهيت كده السطر، هرتفع السطر الجديد بغرزة سلسلة وهلف الشغل بتاعي. والسنبلة عندنا هنا في عين امامية وفي عين خلفية. هنا انا هشتغل في العيون الخلفية ديت في الجزء دوت بس، فهدخل الابرة في الغرزة دي والغرزة دي، مش السنبلة كلها على بعض. يعني هدخل هنا دي العين الخلفية وهسحب واعمل غرزة منزلقة. تاني ادخل في العين الخلفية واسحب واعمل غرزة منزلقة، والغرزة اللي بعديها برضو اعملها غرزة منزلقة. يعني السطر دوت باختصار شديد ان احنا هندخل في العين الخلفية للغرزة بتاعة السطر اللي فات ونعمل برضو غرز منزلقة. كمل السطر كله بالطريقة دي، وده السطر اللي هيبقى تكرار لكل السطور الجاية. هنقفل نهاية السطر ونرتفع سلسلة، وبعد كده نشتغل في العين الخلفية للغرز بتاعتنا بكل بساطة. هخلص السطر ده وهوريكم برضو السطر الجاي يتعمل ازاي، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. خلصت كده السطر التاني وهبتدي السطر الجديد بغرزة سلسلة برضو والف الشغل بتاعي، وهنشتغل برضو في العين الخلفية فقط. فهبتدي ادخل في العين الخلفية للغرزة واسحب واعمل غرزة منزلقة، وادخل في العين الخلفية واسحب واعمل غرزة منزلقة، واستمر بنفس الطريقة دي برضو لنهاية السطر. بصوا بيدي شكل جميل ازاي. انا هكمل السطر دوت وكذا سطر تاني، وبعد كده هوريكم شكلها بعد ما خلصنا مجموعة سطور. ده كده بعد ما عملت مجموعة من السطور. عايزة اقول لكم ان هي متماسكة جدا الغرزة، طبعا عشان هي كلها منزلقة فمتماسكة جدا وشكلها جميل من الوش والظهر. اتمنى تكونوا استفدتوا، وما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم.